ازيكم؟ انا بتحاول وبتغلط وبتتعلم. طبيعي بغلط، كلنا بنغلط، بس الاهم اني بتعلم من كل غلطة عشان اكون نسخة احسن لنفسي والاهم ليهم هم. حكايتي النهاردة بدأت لما صحيت من النوم لقيت عمر فاتح كتاب الانجليش وبيحل في اوضته. هو كان عنده امتحان الفاينل تاني يوم على طول، فدخلت حضنته وقلت له صباح الخير يا حبيبي، وبعدها بقول له ايه الشطارة دي؟ قاعد بتذاكر من نفسك من غير ما اقولك ذاكر. قال لي أعمل إيه يا مامي؟ عايز أخلص عشان أتفرج على التلفزيون. وهنا عرفت إن ده الوقت أو الفرصة اللي المفروض أستغلها عشان أزرع في ابني قيمة الإحسان. سبته يخلص الكتاب وجي بعدها على طول يطلب مني طبعا يتفرج على التلفزيون، وأنا وافقت. وطبعا بيكون لي وقت محدد، المهم إني وافقت وأنا متأكدة إنه ما ذاكرش كويس، رغم إنه حل الكتاب وخلصه كله. بعد ما بقى وقت التلفزيون خلص قلت له يلا بقى يا حبيبي عشان نراجع مراجعة أخيرة قبل ما يجي وقت النوم. وهنا بدأت أسأله ولقيته متلخبط خالص بين حاجات عارف إجابتها بس بيحلها غلط، وبين حاجات كان عارفها ونسيها، والجرامر داخل كله في بعضه. واضطريت أبدأ ألخص الجرامر تاني وأراجعه تاني من الأول، وطبعا ده أخد وقت كتير، وطبعا اتضايقت وقعدنا اتأخرنا على ميعاد النوم. وأكتر حاجة كنت عايزاها تحصل إنه بعد ما خلص مذاكرة بتركيز وراجع معايا تاني ووريت له بقى الإجابات الغلط اللي كان بيحلها من شوية صغيرين، اتضايق من نفسه قوي وقال لي ايه ده؟ انا غبي جدا، انتي ليكي حق تتضايقي مني يا مامي، انا ازاي اغلط الغلطات التافهة دي؟ وهنا كان انسب وقت عشان اغرز قيمة الاحسان في ابني. قلت له انت مش غبي يا حبيبي، بالعكس، لكن المشكلة ان انت ما ذاكرتش باحسان. قال لي يعني ايه يا مامي؟ طبعا بيبقى قاعد واخواته قاعدين معاه وبكلمهم هما التلاتة، مش عمر لوحده. قلت له يا حبيبي يعني في فرق كبير قوي بين شخص بيذاكر عشان يتعلم ويستفيد ويبقى ليه هدف، وشخص بيذاكر عشان يخلص من المذاكرة. في فرق بين بتودي أولادها تمرين وتفضل مركزة مع مستواهم وتمرينهم، ولو في حاجة حاسة إنها ناقصة ولادها بتروح وتتابع مع الكابتن، بتروح تودي تمرين وتمسك الموبايل لحد ما الولاد يخلصوا التمرين. في فرق كبير بين شخص بيشتغل عشان يتعلم ويكبر في شغله وياخد كورسات ويطور من نفسه، وحد بيروح الشغل عشان يقضي عدد ساعات معينة ويمشي ويقبض آخر الشهر وخلاص. في فرق بين بتحاول وبتدور على وصفات أكل صحية عشان ولادها وصحتهم تكون أحسن، بتدخل تعمل أي أكل وخلاص عشان تخلص. في فرق كبير يا حبيبي بين شخص بيصلي عشان يقرب من ربنا ويدعيله ويحس بكل كلمة بيقولها، وشخص بيصلي عشان بس مامته أو باباه بيقولوا له صلي، أو عشان هو متعود إنه يصلي وخلاص وبالنسبة له حركات بيأديها. مستحيل في كل المواقف دي الاتنين يكونوا زي بعض، لأن في واحد فيهم بيعمل عشان يخلص والتاني بيعمل بإحسان. الطفل اللي بيذاكر عشان عنده هدف وعايز يتعلم بجد هيدي الوقت المذاكرة حقها وهيركز وهيسأل في كل حاجة مش عارفها، لأنه عايز يعرف ويتعلم مش عايز يخلص. فلما يتخرجوا هما الاتنين ويخلصوا تعليم، الأول مش هيكون شاطر في شغله لأنه مش فاكر 3/4 اللي اتعلمه أصلا، لكن التاني هيكبر ويتطور بسرعة ويكون شخص شاطر جدا والناس هتحب تتعامل معاه. الأم اللي بتهتم بأكل ولادها وتمرينهم هيكون ولادها صحتهم كويسة وهيحققوا بطولات كتير لأنها عملت دورها كأم بإحسان. الشخص اللي بيشتغل عشان يخلص غير الشخص اللي بيطور من نفسه ويتعلم حاجات جديدة كل يوم. الأولاني ممكن يمشي في أي وقت من الشركة لأن في زيه كتير، لكن المميز ده الشركة محتاجاه يكون موجود ويترقى مع الوقت ويكبر في مركزه في الشركة، وحتى لو مشي شركات كتيرة جدا تتمنى ان هو يشتغل معاها. الإنسان اللي بيصلي وبالنسبة له الصلاة حركات بيأديها مش هيحس بالقرب من ربنا والراحة اللي المفروض نحس بيها لو صلينا بإحسان. ربنا قال عن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني دايما وأنا بعمل أي حاجة أبقى متأكدة إن ربنا شايفني، فلازم أعمل أي شيء بإتقان وبأكتر طريقة صح أقدر أعملها، والنتيجة والمكافأة للإحسان هي توفيق ونجاح في الدنيا وجنة في الآخرة. والأهم من ده كله حب ربنا، دي أكبر مكافأة،
لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يحب المحسنين. فتخيل هتحتاج ايه بقى أحسن من ربنا يحبك؟ ها يا عمر، اتعلمت يا عمر من غلطة النهاردة؟ طبعا كان قاعد باصص لي ومركز هو واخواته. رد عليا قال لي ايوه يا مامي اتعلمت، واوعدك احاول اعمل كل حاجة باحسان ويكون ليا هدف بعد كده. وتاني يوم لما جه بعد كده عشان يذاكر المادة اللي بعدها، ركز في المذاكرة وحل الحاجات اللي وراه وخلص بوقت اقل جدا من اللي خلصناه في الانجليزي. دي كانت حكاية النهاردة. تفتكروا ايه اصعب حاجة بنواجهها كأمهات واحنا بنعلم ولادنا الإحسان في زمن السرعة اللي احنا فيه ده؟ شاركوني رأيكم وقصصكم في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد قريب، هتوحشوني. سلام عليكم.